حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت ضلوعا قتلته آل أمية الضامن إلى جنب الشريعة. الإمام يقول يبكي هنا، يقول وصلت هذا البيت بعد ما تحمل أبو صالح، قلت له مولاي حيث الحسين بكربلاء خيل العداية طحنت ضلوعاي قتلته آل أمية الضامن إلى جنب الشريعة. اسمع سيدي اسمع. ورضيعه بدم الوليد مخضر. الله. ورضيعه بدم الوليد مخضر. فاطلب رضيعه يقول رأيت المولى بعد شنو أجهش بالبكاء على صوته بالبكاء والنحيب. بعدين ما شفته قلت واويله أبو صالح ما تحمل. ساعد الله قلب الرباب يقول نجد الطفل يا ناس من لحده يفضون يا ناس ودري اللون بتوال الليل فليبكي سبتون تصيح أنا دلال بتوال الليل يا يما من يبكي سكتونه بس أنا الطفل يا ناس بسحبه يفضمون. عاد زينب تقول الموقف الثاني هذا الموقف للضباب شلون والله زينب قالت كل ما يقعد بالليل القى وحده تروح لكن حضنها خالي من الولد تقول له يا ابني يا عبد الله يا غالي بارت وسهرت الليالي يما بارت وسهرت الليالي يما واحد سنة بالبهد والبمد خالي أنا زوج فقدت عز ودلالي. أخذك بعد يقولون تجي الرباب تقعد على قبر وليده أي وضع الرضيع على صدر الحسين زين العابدين يقول دفنت أبي فإذا بي أسمع صوت من النحل الشريف ولدي علي والسد رضيعي قمت ادور على عبد الله جبت لابوي خليته الى جنب والدي. عاد قلت للرباب وش وقت يوم الأربعين قلت لها الرباب سالت عن عبد الله فتلقين عبد الله على صدره. اجت الرباب يا الولد يا ابني تقول له يا ابن ارتفك القمر بيدي يا يما وانظر لعد حالته ليدي انا يما انظر لعد حالته ليدي در صدري يا عبد الله يا وليدي وصحت يمه عاينت المهد خالق مثل فراشك اشتم يما قمت لفراشك اشتم ما انا مايله معلم الفرقاك يا ابن ما حمله انا ما معلم الفرقاك يا ابن ما حمله. السلام عليك ابا عبد الله. الروايات تقول الحسين رد السلام على مسلم ثم بعد ذلك آجركم الله رموا بمسلم على قصر الإمام رحم الله من نادى ومسلما رحم الله من نادى وسيدا. ماذا صنعوا أهل الكوفة؟ قال أخذوا يجرون بجثة
قتل فذاك يضربه بحجر على جبهته، ذاك يضربه بحجر على جسده وجبينه، إلى أن بلغ الخبر إلى الحسين وهو في طريقه. قالوا له أبا عبد الله الله لك الأجر بمسلم. قال أين حميدة ابنة مسلم؟ جيبوا لي إياها. جابوا حميدة خلوها وين؟ بحضن الحسين. الحسين صار يمسح على راسه. هاي الطفلة بابا عاد قالت لا أراك تمسح على رأسي كما يمسح على رؤوس اليتامى. الحسين يقول عظم الله لك الأجر. قالت له حسين يا عم ارتحت واعتب وخاف العتب يا ذي يا عمي يا ذي إن كان أبوي انقتل بديك يا أبوي. عم انت مجال والأمل بيك ظلت يا عم عيوننا عليك يا عم الله لها العيلة يخليك. يقول انا ابوك وعماتك هذن وخواتك بناتي اسم عني يا حميد اويلي اويلي على ابوك الراح مني يا ابو. عاد يقولون اجى يوم العاشر ومولاتي زينب تبحث عن الرجال فقدت الحسين والعباس. صادفت وحدة تركض فإذا بها حميدة ابنة مسلم فرت من الخيام والنار ماخذة في ثوبها. عاد مولاتي زينب صاحت زينب وسألت حميدة يا عم الحيد وين اليوم أنا يهضر لو يشيل السيف بيده وياخذ لو يودينا المدينة. وين أبوك مسلم خليجينا؟ يقول التفتت حميدة جاوبت زينب اسمع هذا البيت يا لجلا يا أخو يا أخو يا أخو قالت لأبويا هنيان شافت أخوها وهنيان شافت أخوها. أنا وابن أحملوها لترقبوها عم زينب هاي عادة ما جرت وهي بنت أبوها. قالت لها زينب ايش تردين؟ قالت لها عمة تبكي البنية تريد تشتم ريحتها بل شمته تنام هي بشمتها. إذا تسأليني عن راح أجاوبك. قالت لا يا أخويا شلون بالفقدة أبو ما شافته يا أبويا. أنا شلون بالفقدة أبو ما شافته وهذا كله يهون لجلك عمتي مسلم من القبر هاي عمت علي فدوى كلنا نروح لتراب الولي أنا وبنيتي مولانا كلها لي. عاد حميدة سمعت جواب أبوها إجا قالت لو وصل مرسولك يا أبويا بالسبيل وصل مرسولك يا أبويا بالسبيل وهاي زينب والنساء يبلعب يا أبويا. أنا يقود من المال غير الأجنبي واستعبنا قاموا يضربونه. شرحت حميدة بعد قالت لأبويا كل ساعة يضربون بمرة وزينب تحامينا من الكفرة جنها عباس الحمى أهل ترى وهاي مشهودة بفضل وقفاتها. الله وين أرداخلك؟ إيه أرداخلك كل هاي الأبيات. يقول عاد قعدتها قالت له تعال خلينا نقعد انا وياك ونسولف عنا نسولف حل الغروب وحدة الظلام ليلة الوحشة شل عليها الليلة وازدادت الوحشة وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة. يقول قعدت هي وحميدة وبعض النساء العلويات المسليات وقام من يلوحان بس يلوحان يا كربلاء صار العصايا
بس أنا واحد بغربتي دمعي دمايا يا هالبيت أمشي وعاين لأخوتي نوم على حر الجمر يا كربلاء. زينب راح تسولف عن كربلاء بيها طفيل لاذ الطفيل يا كربلاء بيها جفوف وبيها عين بيها عدو يسطر حسين بيها بنات مدللات من بعد والد صبر متحيرات يا كربلاء يا فاطمة يا تقل الرقية حسين مات يا أبويا يا كربلاء يا كربلاء يا كربلاء فاطمة تقل الرقية حسين مات عادين زين العابدين يقول عم زينب ماذا تريدين؟ قل له عم نوح على أخوي قالها نوحي على أخوك عم زينب قالت لا يا أخويا بذكر لك واسمك مريم مرطاري أظل أبكي بدمع عليك يوم الحزن يبرالي قالت لا يبرال الحزن يا حسين يا ابن أم من ذكر لك وظل أبكي بدمع عليك يا أخويا أنا يبرال الحزن يا حسين يا ابن أم من ذكرنك وظل أذكر زهر سنتي وأتذكر زهر سنك. ليش والله ليش زينب؟ قالت لي يا ابن أمي يا أخويا يا أخويا بحضن واحد تربينا ولبى الغثار غثرنا أنا أخويا 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 وكلمة الخويا حنينة حنينة تدفي البردايا خويا وانا من فقدتكم عاد دخلان العتب ديوان بديوان خويا وتدري بالخيط خويا انت في الا فقدت الخوال يا أنا خويا وتدري بالخيط يا خويا تدل فقدت الخويا يا خويا خويا عاد تجي مولاتي زينب بيات الدعاء تصل إلى قبر الحسين وياها حميدة بنت مسلم زينب تروح على قبر العباس قل خويا حنيالها حنيالها الخوان عدها يا اخوي انا حنيالها الخوان عدها تشكيلهم ذلها وهضمهم عادت الان حميده يلا حميده تباوع على عمتها زينب الله اين النائح ينوح لحميده بنت مسلم أين الذي يحرك قلب لهذه الطفلة تباوع حميدا عمتها زينب تقلها عم رملة قعدت على قبر وليتها ليلى على قبر وليتها الرباب على قبر وليتها انت على قبر خوانك كل من قعدت على قبر حبيبها واخوها بس عم انا وين اقعد على يا قبر عم وين قبر ابوي دلينا عليه صاحت أنا زاد وني بس قبر أبوي